روح يا ابني، إلهي ربنا يرجعك من الموت بعد ما ياخدك. أغرب دعوة سمعتها في حياتي. كنا في مستشفى 57 لسرطان الأطفال، بنوزع لعب وهدايا على الأطفال، وكان في واحدة ست ادينا لابنها لعبة، فقالت لصاحبي ممكن تديني لعبة كمان لأخوه الصغير؟ فصاحبي قال لها معلش يا حاجة، العدد كبير، هنطلع فوق بس واحنا نازلين هعدي عليكي. فحسيت بمسحة حزن كده في وشها، فاستنيت لما اصحابي كلهم طلعوا ورجعت لها، اديت لها لعبة كمان و2 كاب. قامت قالت لي روح يا ابني، زي ما جبرت بخاطري وخاطر ولادي اليتامى ربنا يرجعك من الموت بعد ما ياخدك. مشيت وانا مستغرب جدا الدعوة دي وبفكر فيها. بعدها كان عندي جلسة كيماوي، بعد الجلسة حصلت لي مضاعفات وتعبت جدا لدرجة اني دخلت في العناية المركزة على الأجهزة. كلموا اخويا ووالدتي، قالوا لهم تعالوا خدوا حاجته لانه خلاص بقاله ساعات قليله. اخويا اتعصب جدا وقال لهم ازاي كده حصل وفين وامتى؟ قالوا له انزل يلا خلص اجراءات تلاجة الموتى عشان اخوك ما يتبهدلش. وفعلا الاجهزه وقفت وبدات عمليه الانعاش والصدمات، حطوني تاني على الاجهزه وسابوني، وبعد شويه قالوا لهم خلاص اني انتهيت، وبيقولوا لهم يلا خلاص هننقله في التلاجة. وفجأة الأجهزة رجعت تشتغل تاني والقلب بينبض، وأنا فقت وقعدت أقول لهم هو أنا لسه عايش؟ هو أنا لسه عايش؟ كلهم قالوا لي أيوة عايش وهتبقى زي الفل. الدكتور دخلي وقال لي أنت إيه السر اللي بينك وبين ربنا عشان يحصل لك كده؟ ساعتها بس افتكرت دعوة الست الغلبانة اللي جبرت بخاطرها. فعلا جبر الخواطر طاعة لا يعلم قدرها إلا الله. اجبروا بخواطر اللي حواليكم حتى لو بكلمة.